نرجع إلى العصر الآن، هذه اللحظة. أحسب أن أكبر مشكلة يعني تتحدى من ينتسب إلى السلفية الآن بالباطل أحيانا وبالحق والصدق أحيانا، وقد أشار إليه الأستاذان، قضية اللامذهبية. أنا شخصيا أقرر أن اللامذهبية لا وجود لها في الواقع، هذا خيال. لما؟ لأن القصة إنما تتعلق بمفهوم المذهب ما هو، لا أقل ولا أكثر. فلذلك الدعوة إلى تجاوز المذاهب، وسأبين هذه الحقيقة بحول الله على قدر الطاقة والاستطاعة، الدعوة إلى تجاوز المذاهب أدت إلى نشأة مذاهب بكل فرد، يعني كل من تصدر للكلام وللرأي وللفتوى صار مذهبه الخاص، فصرنا إلى تعدد المذاهب بعدد الخلائق المفتين. ولذلك لما فتح هذا الجدار وفي زمن لان فيه الدين، وهذه المشكلة، في زمن لان فيه الدين وضعه، صار من السهل أن تخترق هذا الجدار مذهبيات شتى، وظهرت الخوارج من جديد في بيئة لا مذهبية. وبكل صراحة نقولها، من أين خرج هؤلاء من يسمون بالسلفية القتالية؟ من جبة لا مذهبية، من هنا خرج. وكذلك كثير من التعميمات الظاهرية الباطلة حينما صارت، لأن المذهب ما معناه؟ المذهب منهجية، هذا هو حقيقة المذهب. المذهب منهجية في الفهم عن الله ورسوله. فإذا حدثت المذهب صرت إلى اللامنهج، واللامنهج هو عين الفوضى. فلذلك إذن قضية المذهب المالكي أو الحنفي أو الحنبلي من الناحية التاريخية إنما هو إرث عن مناهج رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ورثها لأصحابه، وهذا معروف تاريخيا بسلاسله. لأن المنادات الآن، وهو شيء إيجابي صحيح سليم مليح، بأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة. كيف نؤطر فهم الصحابة؟ أين نجده؟ الذي حصل في مرحلة التابعين، وهذا شخصيا استقريته تاريخيا وهو مكتوب إن شاء الله، يعني إن شاء الله عسى أن يصدر بحول الله بهذه العروض الثلاثة فيما يأتي بعد بحول الله من الزمن بإذن الله. صارت هنالك مدارس أسسها كبار الصحابة، يعني مدارس في الفهم واجتهادات معينة وترتيبات معينة وأولويات. هذه المدارس أو الاتجاهات أو التيارات، سميها ما شئت، تبلورت مع زمن التابعين لتتأسس مذاهب فقهية بعد ذلك. فليس المذهب المالكي سوى خلاصة لمدرسة من مدارس الصحابة في الفهم عن الله ورسوله، وليس المذهب الحنفي إلا ذلك، وليس الشافعي إلا ذلك، وليس الأوزاعي والليث بن سعد، كل الذين بقوا أو انقرضت مذاهبهم كالطبري وكما ذكرت آنفا، إلا ضربا من التجميع لفهوم الصحابة كيف كانت. فحاول هؤلاء الأعلام أن يجمعوا تلك الجزئيات والفروع التي ورثت عن الصحابة في إطار قواعد. هذه القواعد صارت هي أصول الفقه، أصول الفقه المالكية، أصول الفقه الحنفية، الحنابلة، وهكذا وهكذا وهكذا، وهو عين المذهب. أما الفروع أقول، وهذا هو الإشكال والذي يغلط فيه كثير من الناس مع الأسف، الفروع إنما نسبتها إلى المذهب نسبة اللزوم لا أقل ولا أكثر. إذا قلنا علميا المذهب المالكي في حقيقة الأمر هي مناهج أو منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله. ولذلك وهذا منطقي، لو كان المذهب من الناحية العلمية هو مجموع الفروع الفقهية لصار ابن القاسم مذهبا غير مذهب مالك، لأنه لم يأخذ بكل فروع مالك، ولا صار ابن الماجشون مذهبا آخر غير مذهب مالك، بل من المتأخرين ابن العربي المعافري، ومن جاء الآن من فقهاء المالكية ممن خالفوا مالكا، بل المدرسة الأندلسية في الفقه المالكي معروف يقولون كلمة مشهورة: لسنا مماليك لمالك، أي لسنا عبيدا لمالك. معنى ذلك أنه قد يقول قول وقد نخالفه، وقد خالفوه في كثير من عقود المزارعات والمغارسات، وفي بعض الأمور الأخرى في العبادات قالوا بخلاف مالك، ومع ذلك بقوا مالكية. لما؟ لأنهم اشتغلوا بأصول مالك. فالمذهب هو الأصول، المذهب هو الأصول، والفروع تابعة للأصول. ولذلك الخلاف في الفروع لا يخرج الإنسان من المذهب أبدا، وإنما الذي يخرج من المذهب الخلاف في الأصول. نعم، أما الخلاف في الفروع فلا يخرج الإنسان من المذهب. إذن نخلص إلى النتيجة الآن بحول الله جل وعلا، أن تأتي بفهم عن الله ورسوله
كما قد يزعم بعض الناس الآن بغير مذهب أحد أمرين، وقد قررنا أن المذهب إنما هو المنهج، طريقة في الفهم، إما أنه يعني له تغليب لغوي كما هو في كثير من اجتهادات الإمام الشافعي، أو تغليب عملي أثري كما هو عند يعني الإمام مالك مع ربطه بالكليات، هذا الذي يميز مالكا، يعني الآثار يربطه بالكليات الكبرى التي تعتبرها كليات، بينما مثلا مذهب أحمد يغلب عليه أنه يعمل الحديث دون إرجاعه إلى كليات، ولذلك يعمل العموم كثيرا ويعمل مطلق الأمر هكذا ومطلق النهي هكذا، ولذلك تغلب عنده الواجبات والتحريمات أكثر مما تغلب عند غيره. طبعا المذهب الحنفي واضح جدا تغلب عليه الاستحسانات والقياسات والاعتماد على الأصول العقلية، وهذه العقلية راه كثير من الناس يغلطوا فيها، كيتحب لهم أبو حنيفة يعني يخدم عقله فقط بدون رجوع للكتاب والسنة، لا غلط. الأصول العقلية لدى أبي حنيفة مستقراءات أو مستقرات من الأصول النقلية، أي أنه تتجمع لديه فروع في الفقه بأحاديث أو بآيات فتشكل له قاعدة كلية، صارت هذه القاعدة بالنسبة مرجعا عليا قياسيا، قد إذا جاءه حديث أحد يتركه ويعمل بهذا الأصل، لأنه في فهمه وفي ما تبين له واجتهد فيه أن هذه القاعدة تمثل مجموعة من النصوص، بينما هذا النص واحد، فكأنه عنده كأنه ضرب من التعارض بين الأحد والمتواتر، وشيء طبيعي أنه يقدم المتواتر عن الأحد، قد تخالفه يعني كنا يعني في مستوى أقول، أو يخالفه الكبار، قد يخالفونه في المنهج أو يوافقونه، ولكن هو على منهج. ولذلك كتب رحمه الله ابن تيمية يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نرجع إذن إلى صلب الإشكال، حينما يعني آتي وأزعم أني أشتغل بسلفية لا مذهبية، وهذا الذي أحدث ما أحدث من الفتن والفوضى الآن، فمعنى ذلك أنني أشتغل بغير منهج. وإلا حينما يعني أقول هكذا يعني كلمة عامة الكتاب والسنة، كل يدعي وصلا بليلة، فقطعا هذه مسألة عقلية وطبيعية ويعني كأنها قانون الجاذبية. مستحيل أن تنزل أحكام الكتاب والسنة في الواقع من النص دون أن تمر عبر قناة العقل، فهذا فهمك أنت للكتاب والسنة، وليس هو عين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نصوص لغوية، وهذا الذي تنزله أنت في الواقع وتطبقه ليس نصوصا لغوية، ليس آية، ليس حديثا، ولكنه فعل بشري. مسألة جديدة خصها تفهم مزيان، يعني الحمد لله راه معنا أهل العلم موجودين، يعني حتى في النص القطعي الدلالة والثبوت. الصلاة حينما تصلي فريضة الظهر أو العصر، صلاتي أنا وأنا أؤدي صلاة الظهر ليست هي الصلاة بالنص المفروضة على كمالها. لما؟ لأنها انتقلت من المطلق من الكمال إلى التجربة البشرية النسبية، يعتريها الخطأ، يعتريها النسيان، يعتريها الشروط، فهذه تجربة بشرية. كذلك في الفهم، والفهم أولى بهذا من العمل، هذه الأمور الواضحة. فالأمور لما تكون مشكلات جزئية فيها فتاوى بإراقة الدماء، فيها فتاوى بالتكفير، فيها فتاوى بالتبديع، فيها فتاوى بفهم معين للإصلاح والتغيير، هذا كله إذا أطر خارج المذهب خارج المنهج سيحدث مذاهب شتى لا حصر لها تقتتل فيما بينها، كما هو واقع كثير من البلاد وكما هو واقع بين كثير من العباد مع الأسف. إذن هذا الأمر حينما نتأمله سنجد مشكلات حاصلة، مع الأسف أن هذا المعطى الذي هو السلفية الآن، وأقول وبكل صراحة يعني من حيث المبدأ، من حيث الحركية النقدية، هي أمر، وأقول وأعني ما أقول، أمر ضروري للبلاد والعباد. لا استمرار لدين الناس إذا لم يكن هنالك نقد داخلي وتصحيح داخلي لعقائدهم وعباداتهم وتصوفهم وسلوكهم الاجتماعي العام، فهذا مفروغ منه، ولكن بشرط أن يكون واعيا بتاريخ البلد، واعيا بخصوصية البلد، يشتغل في الإطار لا خارج الإطار، يشتغل من الداخل لا من الخارج. وإلا حينما نحصي كثيرا من الفرعيات والفقهيات التي يقول بها كثير من إخواننا، فنجد أنها لا تمثل الكتاب والسنة، ولكنها في بعض الأحيان ومع الأسف تمثل المذهب الحنبلية في فهم الكتاب والسنة، مع أن فهم مالك موجود أيضا وله دليله
ولا حجيته ولا قوته. فهذا إشكال يجب أن ينتبه إليه، ويجب أن يحاور وأن يناقش.